السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهاردة هنعمل فيه اكتر صوصين محببين لناس كتير قوي، يعني مش هيختلف عليه اتنين. صوص هنعمل صوص الفراولة وصوص المانجا. الصوص ده او التوبنج ده نقدر نستخدمه في حاجات كتيرة جدا. نقدر نستخدمه في حشوات، تورت، تزيين كيك من على الوش من فوق. هنعمل بيه الكنافة بتاعت رمضان. هنعمل بيه حاجات كتيرة قوي. طريقته سهلة جدا، وتقدري ان انتي تخزنيه في علبة او في برطمان زي ما متوفر عندك، وتحطيه في الفريزر او في التلاجة، وتقدري تطلعيه تستخدمي منه على طول. هنعمله بقوام حلو قوي زي ما انتم شايفين، والطعم هايل بجد، خطير جدا. ان شاء الله لما تجربوها يعجبكم. لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا شيماء شاهين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل الوصفات الجديدة. يلا بينا نعمل التوبينج او الصوصات اللي هتنفعنا في حلويات رمضان. ان شاء الله اي حلويات تقدري تعملي بيها هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا. انا كان عندي المانجا والفراولة دول، انا كنت مخزناهم، فهنعملهم النهاردة فروزن كده زي ما انتم شايفين. مجمدين. انا كنت مخزنة الفراولة صحيحة على اساس اني اطلعها للعصير. فانتي لو هتعملي الفراولة فريش يفضل انك تقطعيها شرايح، هتبقى سهلة جدا. انا هنا ما كنتش مقطعاها، فبعد ما هتستوي معايا شوية هبتدي اهرسها بالهراسة زي ما هتشوفوها دلوقتي. انا حطيت طاسة على النار، سخنتها شوية، وبعدين نزلت بالفراولة بتاعتي. المفروض اول ما بتحطي الفراولة على النار بتحطي عليها السكر بتاعها، بس عشان لسه الفراولة بتاعتي فروزن شوية، فهسيبها تدبل شوية على النار، وبعد كده هحط السكر. ليه انا عملت الخطوة دي؟ عشان ممكن السكر يكرمل معانا على النار. فعشان نتجنب الخطوة دي هحط الفراولة زي ما قلت لكم الاول شوية، وهقلبها لحد ما احس انها ابتدت التلج اللي فيها يدوب. هبتدي احط السكر بعد حوالي 3 او 4 دقايق. انا بقلب كده زي ما انتم شفتوا، لان الطاسة كانت سخنة جدا. نزلت العصارة بتاعتها على طول. بصوا شايفين المنظر، الجوس بتاعها اللي نازل ده هو ده اللي انا بستخدمه في التوبينج بتاعي. اهو انا خلاص كده ابتديت احس انها ابتدت تدوب. بصوا انا قطعتها كده، وهبتدي يعني حاولت اقطعها بصراحة كلها، بس السباتيولا كانت طرية قوي ومرضتش اعمل بالسكينة وهي على النار. فبعد ما ابتدت تغلي شوية استخدمت الهراسة بتاعة البطاطس. انا على قد ما اقدر كده قعدت بالسباتيولا، قعدت اضغط عليها، بس هي برضو عشان كانت لسه مجمدة فما كانتش سهلة يعني في التقطيع. بصوا كل ما بنقلب فيها انا موطيه النار شويه عشان الصوص بتاعي ده ما يتحرقش، لان انا عايزاه. بالنسبه بقى لكميه السكر اللي انتوا بتحطوها دي حسب الرغبه. يعني عايزه الصوص بتاعك يبقى مسكر قوي، تقدري تحطي كميه كبيره. لو عايزاه من غير سكر خالص، تستكفي بالمرحلة بتاعت انك تسيبيه الفراولة لحد ما تنزل كل العصارة بتاعتها او الجوز بتاعها، وتستخدميه كتوبينج كده زي ما هو. انا حطيت حوالي نص كوباية سكر، وبقلب كويس قوي، بقعد اقلب كويس، وانا بقلب برضو بقعد اهرس الفراولة كده بالسباتيولا اللي في ايدي او بالمعلقة او بايا كان انتي بتقلبي بايه. تقعدي تضغطي على الفراولة كده لتحت عشان تنزل العصير بتاعها، لان هو ده اللي احنا بنحتاجه في الحشوة بتاعتي. هقعد زي ما انتم شايفين، انا ما حبيتش اجري الفيديو عشان تشوفوا الخطوات بالراحة، يعني ما بقاش اختصرت عليكم مرحلة انتوا مش عارفين وصل للقوام ده ازاي. انا بقعد اقلب زي ما انتم شايفين، وبلم الجوانب عشان ما تتحرقش على النار. بصوا بقى، في المرحلة دي بعد ما بيبتدي يستوي، انا الاول ههرسه زي ما قلت لكم. بصوا هو نزل كمية عصارة كتيرة جدا، السكر مع الفراولة. انتي بقى لو عندك باكو من جيلي الفراولة، تقدري تاخدي معلقتين تدوبيهم
بمعلقة مية سخنة او معلقتين مية وبتضيفيها عليهم. الحركة دي بتعزز اللون جدا، بتدي الحشوة بتاعتي لون احمر حلو قوي. حتى لو لون الفراولة مش لونه احمر كويس، يعني الحركة دي هتدي لون حلو قوي وهتعزز معانا الطعم. طيب انا مش عندي جيلي، اتصرف اعمل ايه؟ تقدري، بصوا القوام اصلا خفيف جدا. انا بقى هنا جيت دوبت معلقتين من النشا في نص كوباية مية عشان القوام بتاعي ما يبقاش تقيل قوي. يعني تقدري تدوبيها في معلقتين مية بس هيتقل قوي القوام بتاع الحشوة بتاعتي. فانا عايزاها قوام متماسك، بس في نفس الوقت ما يبقاش ولا جوسي قوي يبوظ معايا مثلا الكيك او الكنافة او whatever احنا هنحشي بيها ايه او هنزين بيها ايه. وفي نفس الوقت ما تبقاش تقيلة قوي بحيث ان انا احطها في الحشو او في التزيين تبقى شكلا مش حلوة. خلاص كده انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه. بحط النشا او الجيلي بتاعي في اخر مرحلة قبل ما ابتدي اصبه يبرد على طول. بصوا القوام بقى حتى من قبل ما يبرد، بصوا تقل وبقى حلو جدا. عايزين تدوبوه خالص ما يبقاش فيه قطع، تقدري تهرسيه في الخلاط او في الكبة بتاعتك، او لو عندك هاند بلندر. انا حبيته قوي كده اللي هو نص ضربة زي ما بيقولوا بتوع العصير. حلو قوي القوام ده اللي هو مديني قوام يعني زي المهلبية كده شوية، وفي نفس الوقت في قطع من الفاكهة بتاعتي. انا هنا خلصت الفراولة. تقدري تستخدمي يعني تعملي التكنيك ده في انواع كتير من انا برضو النهاردة هعمل معاكم نفس الفكرة بنوعين من الفاكهة. عملنا الفراولة وهنعمل مع بعض الحشو بتاع المانجا زي ما قلتلكم كده. خلاص الفراولة بتاعتي كانت جهزت. بصوا كل ما بيبرد، يعني هو لسه كان سخن معايا شوية، بس كل ما بيبرد القوام بتاعه بيتقل. نقدر زي ما قلتلكم نخزنه في برطمانات او علب ونحطه في التلاجة نطلعه وقت الاستخدام. حلو جدا وموفر جدا. الصوصات دي بره بمبالغ. واحنا الايام دي كل سنة وانتم طيبين في رمضان والقطايف والكنافة والاختراعات بتاعت رمضان. بنحتاج تشكيلة كده من الصوصات المختلفة. فده السيزون بتاع الفراولة. وهنعمل بقى دلوقتي مع بعض المانجا بنفس الطريقة. بس طبعا ده مش سيزون المانجا، بس انا كنت شايلاها. لو انت عملتي الصوص ده في سيزون المانجا يفضل انك تقطعيها مكعبات. بس انا بصراحة حبيت اللي انا عملته النهاردة ده جدا. هقول لكم ليه بس بعد ما اشرح لكم انا عملت ايه. طبعا انا طولت شوية في الفراولة عشان هي قطع كبيرة وكانت محتاجة تدوب شوية على النار. فانا المانجا انا ما كنتش ضرباها في الخلاط بس كنت مخزناها. بس طبعا انتوا عارفين المانجا لما بتتقطع المانجا الطرية بتبقى بتتحول لعصير اكتر. فانا محبتش اطول بيها على النار. حطيتها اول ما حطيتها في الطاسة وكانت الطاسة سخنة برضو، حطيت عليها السكر بتاعها على طول لان المانجا دي ما كانتش مسكرة قوي وقت ما انا خزنتها. وسبتها على النار شوية، واول ما ابتدت تبقبق كده من الجناب حطيت عليها برضو معلقتين نشا. دوبتهم في ربع كوباية مية او نص كوباية مية زي ما قلتلكوا. وببتدي اقلب. ما تقلقوش هو مش هيغير لون الفاكهة بتاعتنا سواء كانت الفاكهة غامقة او فاتحة. هو بس اول ما بينزل على النار بيدي لون ابيض كده، وبعدين مع التقليب ومع السخونية اللون بيرجع لطبيعته. يعني المانجا هتبقى لونها اورنج دلوقتي اصفر كده حلو. آه يعني اصفر او اورنج هتدي اللون الحلو بتاع المانجا مش هيتغير لونها. والفراولة نفس الموضوع ما ادتنيش لون فاتح ابدا. بس زي ما قلت لكم لو متوفر عندكم جيلي بالمانجا او بالفراولة تقدروا تستبدلوا النشا بيهم. وده بديل موفر. يعني لو مش عندكم الجيلي تقدروا تستخدموا النشا. بصوا زي ما انتوا شايفين القوام ابتدى يتقل معايا. لو كنتوا خدتوا بالكم في اول ما نزلت المانجا كانت قوامها خفيف قوي زي العصير. قوامها مع النشا كل ما قلبتها على النار ادت قوام تقيل وحلو. وبرده كل ما هتبرد هتديني قوام
مظبوط وحلو جدا. بطفي عليها النار. خلاص كده حشوة المانجا بتاعتي بقت جاهزة. هحطها برضو في طبق عشان تبرد، وهبتدي اشيلهم في التلاجة او في الفريزر، او لو عايزة تستخدميهم بس غطيهم كويس بستريتش وحطيهم في الفريزر لمدة ساعتين او 3، او في التلاجة لو درجة حرارة التلاجة عندك مظبوطة تقدري تحطيهم في التلاجة ساعتين او 3 قبل الاستخدام. بصوا لسه قوامها خفيف الى حد ما. انا شلتهم بقى واستخدمتهم زي ما قلتلكوا. بعد كده كان القوام بتاعهم تقل وكانوا بردوا وقدرت استخدمهم على الحلويات بتاعتي براحتي. خلاص كده النوع التاني بتاعي كان جاهز. بصوا انا عايزه اوريكم انها قطع مش جوس كلها. لا كان فيها قطع برضو نفس الحركه بتاعه الفراوله، انها كانها نص ضربه كده. خلاص كده زي ما انتوا شايفين النوعين معايا بقوا جاهزين. نقدر نستخدمهم في حاجات كتيرة جدا. نقدر نستخدمهم في تزيين الكيك الخارجي وفي الحشوات الداخلية. الاسعار التوبنج دي اللي بنشتريها جاهزة بتبقى غالية في محلات مستلزمات الحلواني، وفي نفس الوقت بيبقوا حاطين عليها مواد حافظة. احنا هنا عملناهم طبيعي جدا وبالخامات بتاعتنا النظيفة. انتي عارفة انتي بتعملي ايه. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة. الفيديو خلص، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل الوصفات الجديدة. ولو انتوا اول مرة تشوفوني، انا شيماء شاهين ودي قناتي. هستنى دعمكم بلايك وكومنت.